مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. مبروك للمنتخبين العربيين المتاهلين رسميا الى دور الثمانيه، المنتخب المصري والمنتخب المغربي، وهارد لك للمنتخب العراقي، المنتخب الكبير صاحب التاريخ العريق الذي لم يحالفه الحظ في هذه البطوله، وبامر الله بالتوفيق في قادم المواعيد. اعود الى الاستوديو التحليلي، هيثم فاروق، عزيز بن نيج، علي رحيمه. مبروك هيثم، مبروك عزيز، هارد لك علي رحيمه. نبدا بك علي ونقول ان المنتخب العراقي اليوم لم يكن عند حسن ظن جماهيره، اليوم كانت هناك أخطاء كثيرة ولم يقنع تكتيكيا رادي شنيشل في قراءة هذه المباراة. أكيد نقول أول شيء مبروك المنتخب المغرب الصراحة اللي استحق النتيجة واستحق التأهل من بداية المباريات المجموعة الصراحة. من بداية كشف عن النيابة الصراحة منتخب جيد، لاعبين مميزين، اللاعبين الموجودين الشباب واللاعبين الفوق السن كانوا الصراحة إضافة. الصراحة الفريق ما أدى بصورة جيدة خاصة المباراتين الأخيرات، ممكن كانت مع المنتخب الأوكراني صح فزنا بس ما كان الفوز بأداء. المباراتين الأخيرات كان الأداء سيء والنتيجة سيئة، فلذلك نستحق الخروج من هذا الدور. نقول هاردك للفريق، نتمنى إن شاء الله في قادم الأيام نتمنى إن شاء الله يكون الفريق أفضل وأفضل إن شاء الله. أظن بأن المنتخب المغربي سواء المنتخب الأول أو المنتخب الشباب والمنتخبات كلها كان عمل قاعدي من الجامعة الملكية المغربية اللي عملت يعني مجهود كبير في إقناع هاد اللاعبين، خصوصا الذين تكونوا في بلاد المهجر وأبناء الهجرة، أنه أقنعهم أن حمل القميص الوطني المغربي مهم جدا ولاستمرارية العالم المغربي مرفوع. لذلك الأرجنتيني يسجل الهدف الثالث، لأن لو سجل الهدف الثالث كان سوف يرمي بالمنتخب المغربي إلى المركز الثاني وسيواجه المنتخب الفرنسي. لذلك سوف نعود على المباراة أكمل فكرة. الترتيب الآن هو 6 نقاط، المغرب تصدر الحمد لله، والأرجنتين الثاني، أوكرانيا الثالث، والعراق طبعا بالتوفيق إن شاء الله في القادم بنقاط الثلاث. تفضل كابتن. لذلك فنكمل فقط فكرة كيف تدبر الآن المرحلة في المنتخبات المغربية، سواء طارق سكيتي ووليد الركراكي، فلديهم حتى الشرعي كانت لديه الإمكانيات للنجاح. صح، الإمكانيات موجودة، لا البشرية ولا المادية، وكل شيء موفر للنجاح. يكفي أنك تتعامل بذكاء وتتعامل باحترافية، وهذا اللي صاير الآن مع طارق سكيتي وحتى مع الشرعي وحتى مع وليد الركراكي. إذن المناخ مناسب للنجاح. نعم. سواء الشرعي أدى بشكل جيد، اليوم أتى السكيتي يكمل من قبلها وليد الركراكي مع المنتخب الأول. إذن الظروف المحيطة بالكرة المغربية نجحت. نعم. صراحة إداريا الصعوبة المهمة تكمن في أن أبناء المهجر فيهم من يتكلم هولندي، فيهم يتكلم بلجيكي، فيهم يتكلم فرنسي، إنجليزي، إيطالي، ألماني. لذلك فلازم المدرب أنه يكون على دراية في بعض الأوقات بالفكر هذا اللاعب لكي يتقرب لهذا اللاعب لكي ينجح في المهمة بسهولة. لكن بالعودة إلى المباراة، المنتخب المغربي كان لابد أنه يضيف أهداف الوقت اللي كان لازم يضيف أهداف، لأن شفنا في الأخير الأرجنتين سجل الهدف الثاني، ولو سجل الهدف الثالث كان المنتخب المغربي سوف يلعب أمام المنتخب الفرنسي. لكن ما ممكن أن نأخذها من هذه المباراة أنه كان شوط أول مميز للغاية، كان شوط مكتمل، شوط فيه كل شيء في كرة القدم، البناء الهجمات، فيه المهارات، فيه المراوغات، فيه كرة القدم التي تعجب الجميع وهي كرة القدم المهارية، فيه العكسيات، فيه الأهداف الجميلة، فيه كل شيء شفناه في الشوط الأول. صحيح الشوط الثاني كان تحصيل حاصل، ولكن كنت أتمنى أن الشوط الثاني يزيد المنتخب المغربي الضغط، ممكن يسجل هدف اللي كان ممكن أنه يحميه من أي هدف مباغت للمنتخب الأرجنتيني في آخر لحظة. إذن مبروك للمنتخب المغربي وهارد لك المنتخب العراقي، وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخبين العربيين، طبعا المنتخب المصري والمنتخب المغربي اللذان طبعا تصدر المجموعة، وهذا إنجاز كبير للكرة العربية. تقييمك لهذه المباراة؟ مباراة كبيرة، المنتخب العراقي قدم مردود رائع في المباراة الأولى، ولكن هناك تراجع في المستوى في المباراة الثانية ومباراة اليوم. المنتخب المغربي بصراحة حتى الآن في الثلاث مباريات جيد. فتقييمك لهذا السيناريو لهذه المباراة، هل نقول أن المنتخب المغربي بالفعل هناك ثقة كبيرة عند اللاعبين منذ كأس العالم في قطر 2022 تشعر أن الفريق أصبح فريق ذو وزن عالمي أمام الجميع لا يهاب أحد، بدليل فوزه على الأرجنتين في المباراة الأولى؟ بدون شك المغرب تعيش طفرة كبيرة في عالم كرة القدم، وكلنا فاكرين ان جيل المغرب في منتصف الثمانينات كان جيل عظيم الحقيقه. انا فتحت عيني على هذا الجيل. كره القدم النسائيه المغرب متفوقه على مستوى تحت 23 سنه. المغرب عندها
منتخبات قويه تقدر تنافس على مستوى الشباب والناشئين. لا يكفي انها رابع العالم بالظبط، لا ينقصها فقط غير ان تفوز به افريقيا. واعتقد مع توالي الدورات المغرب قادره على المنافسه وعلى الفوز، لان الحقيقه التخطيط كان جيد في السنوات الماضيه وهم بيجنوا الثمار في الوقت الحالي. ناهيك عن ان الجاليات المغربيه تنتشر في اوروبا. انا كنت عايش في هولندا، في قرى في هولندا لا يسكنها الا مغاربه، ومعظمهم بيمارس كره القدم وعندهم جينات المهارات، عندهم حب كره القدم. شوف حكيم زياش، هولندا بتتحايل عليه عشان يلعب لمنتخب هولندا ولكن رفض وتمسك به المنتخب المغربي. شوف ابراهيم دياز، شوف عناصر كتير، اشرف حكيمي، منتشرين في اقوى الدوريات الاوروبيه، بيلعبوا لاقوى الانديه، فده شيء طبيعي لما فعله منتخب المغرب، واعتقد ان هو قادر على المنافسه. الحمد لله تاهلوا للصراحه للاولمبيات. يعني احنا بدايه التصفيات احنا معولين عليه ممكن يخرجون من التصفيات صراحه، نكون واقعيين، بس الحمد لله تاهلوا للاولمبيات باريس. صراحه اليوم الاداء كان غير جيد، يعني تنقسم اشياء كثيره فرديا تكتيكيا داخل الملعب. قلت لك اشياء النجاح لازم تكون كثيره، ومن ضمنها اللاعبين فوق السن الثلاثه لازم يكونون على مستوى عالي ولاعبين مميزين. اعتقد اليوم اللاعبين عدا ايمن حسين كان فارق في بعض المباريات، الباقي اللاعبين يعني ما ادوا بصوره العاليه اللي يقدرون يشيلون لك الفريق ممكن، فلذلك هاي النتيجه انا اتوقعها طبيعيه. انا بس شفت لقطه مميزه صراحه بعد المباراه، مدرب المنتخب المغربي صراحه قبل راس اللاعب صحيح علي جاسم، روح جميله، تقدير لمستواه اللي جاي يقدمه بالبطوله. صراحه لاعب مميز جميله بين اللاعبين، عنده امكانيات صراحه مميزه فرديه عاليه. الحمد لله هو الفتره الاخيره وقع مع نادي كوما الايطالي، ممكن ان شاء الله يفتح ابواب كثيره للاعبين الموجودين. يعني تعرف الدوري العراقي والمنتخبات العراقيه التسويق ضعيف بالنسبه للاعبين، فلذلك ممكن يكون حل للاعبين ممكن يشاهدون من خلال علي جاسم، واللي بالفعل علي جاسم لاعب متميز ولاعب قادر ان يكون له شأن كبير في الكرة الأوروبية بمشيئة الله. نتابع لقاءات ما بعد هذه المباراة. سفيان رحيمي، مبروك هذا التأهل. على المستوى الشخصي أنت هداف البطولة حتى اللحظة والهداف التاريخي للمغرب في المشاركات الأولمبية. حدثنا عن شعورك، كيف تشعر هذه الأمسية؟ الحمد لله، كنبغي نشكر اللاعبين ولا الطاقم التقني ولا الطبي اللي صراحة سهروا على التأهل. كنبغي نشكر الجماهير المغربية اللي لها دور كبير أننا نحققوا التأهل هذا. على المستوى الشخصي كنبغي نشكر اللاعبين، لأن بدون مجموعة ما يمكنش يتكون شخص هذا عن طريق المجموعة كاملة. نتمنى إن شاء الله أننا نزيد أهداف باش نحقق المبتغى اللي طالبوا من الجماهير والشعب المغربي. كيف ترى فرص المغرب في الحصول على واحدة من الميداليات؟ وأول شيء حنا جينا الأولمبياد، لأن من أول يوم وصلنا المعسكر الطموح ديالنا لازم نكونوا ضمن الثلاث الأولين ونحصل الميدالية، لأنه المنتخب المغربي كما كيعرف الجميع الحين ولا كيقارع المنتخبات الكبار، وكل يعني وكنجريو مقابله بمقابله، ونتمنى ان شاء الله اننا نوصلوا لابعد نقطه ان شاء الله. يعني انت سجلت 4 أهداف في 3 مباريات، وما زال على المستوى الشخصي ما الحافز بالنسبه لك في المباريات المقبله ان تكون هداف البطوله، وانت الان الهداف التاريخي للمغرب في الاولمبياد؟ نتمنى ان شاء الله انني نحرز على هداف البطوله، وانني نساعد اللاعبين ديالي. بدون لاعبين ما نقدرش ندير شي حاجه. نتمنى ان شاء الله اننا بمجموعه واحده غنحققوا المبتغى ان شاء الله. يا رب. مبروك للمنتخب المغربي وجماهير المغرب. منتخب المغرب منتخب جيد يستاهل الفوز ان شاء الله. يا رب نشوفه يحصل على البطوله ان شاء الله. اكيد نعتذر احنا من جمهورنا، حصلنا العديد من الفرص صح هم تقدموا علينا نتيجه 2-0 وجتنا بعض الفرص ما استغليناها، وجتنا ايضا الشوط الثاني العديد من الفرص، لكن كنا نفتقد للجماعيه وهذا اللي حصل. عندما تلعب فريق كالمغرب فريق جماعي، فريق امكانيات فرديه عاليه، شوف انت يلعبون كلها روح الجماعه. احنا افتقدنا هذه المباراه الوحيده اللي افتقدناها. الحمد لله وشكرا، ننتظر ايضا من جماهيرنا ان شاء الله رب التعويض في البطولات القادمه ان شاء الله. الفرصه اللي جاءت قبل الهدف الثالث للمغرب كم كانت كفيله ان تغير المباراه لو سجلت؟ اكيد ما قلت لك هسه، قلت لك كانت 2-0 وجتنا الفرصه، لو سجلنا اكيد كان اختلف كل شيء،
لكن توفيق بيد رب العالمين، الحمد لله والشكر. مبارك قلت لك المنتخب المغربي يستاهلون. المغربي بمشيئة الله. نذكركم مشاهدينا بالمتأهلين حتى الآن إلى دور الثمانية. حتى الآن طبعا 6 منتخبات رسميا تأهلا إلى الدور القادم: منتخب فرنسا، منتخب مصر، منتخب إسبانيا، اليابان والمغرب والأرجنتين. باقي مباريات المجموعتين الأولى والمجموعة الرابعة تقام الآن. انطلقت الآن المباريات أو ستنطلق بعد قليل المباريات طبعا الثانية لهذه السهرة مشاهدينا، لتحديد طبعا مباريات دور الثمانية بمشيئة الله. إذن مشاهدينا طبعا قبل أن نختتم هذا الأسلوب التحليلي ونبارك مرة أخرى للتأهل التاريخي للمنتخبين العربيين، المنتخب المصري والمنتخب المغربي طبعا تأهل مستحق تماما إلى دور الثمانية. ونقول هارد لك مرة أخرى للمنتخب العراقي، منتخب أسود الرافدين الذي تأهل وأدى بجدارة واستحقاق في المباراة الأولى، لكن لم يحالفه الحظ في المباراتين الثانية والثالثة وودع هذه البطولة. بالتوفيق دائما للمنتخبات العربية. في الختام أشكر ضيوف الأعزاء كابتن علي الرحيمة، نشكرك شكرا جزيلا، والتوفيق للعراق في قادم البطولة. شكرا جزيلا، واكيد مبروك منتخب مصر والمنتخب المغربي التاهل، ونطمح ان شاء الله ونتمنى يتاهلون ان شاء الله ويكونوا بالمباراه النهائيه. شكرا كابتن عزيز، شكرا كابتن هيثم فاروق. اذا مشاهدينا الشكر موصول مشاهدينا لكل فريق العمل، ودمتم بخير وتصبحون على الف خير. الى اللقاء. شكرا لكم على مشاهده الفيديو، ولا تبخلوا علينا باللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.